والذي يقرأ القرآن ويتبعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور الكرام، بداية نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم على هذه أو في هذه القرية، فأنتم بين أبنائكم وإخوانكم وآبائكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا على الرحب والسعة. وكما نرحب بأعيان ومشايخ هذه المنطقة وجميع الحضور كلا باسمه وشخصيته وصفته. أهلا بكم جميعا. أيها الحضور الكرام، أقيمت هذه المسابقة بين حفاظ كتاب الله عز وجل في منطقة شبع لعامها الأول لعام 1446 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فوجدنا أن هناك نشاط كبير من قبل الشباب، مع أن الإعلان عن المسابقة كان قبل رمضان بأيام قليلة. وبدأنا هذه المسابقة في 5 من رمضان، فجعلناها على فئات، بدءا بفئة الجزئين إلى فئة المصحف كاملا. وتكللت هذه المسابقة بالنجاح، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل الداعمين لهذه المسابقة، سواء كانت هذه أو كان هذا الدعم دعما حسيا أو دعما معنويا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وأنفسهم. والغرض من هذه المسابقة هو دفع الشباب إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتشجيعهم على ذلك والوقوف إلى جانبهم، وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن، وأن يقتبسوا منه الثقافة القرآنية. وهذا فيه أثر إيجابي في المستقبل. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها الحضور الكرام، لا نريد أن نطيل، لأننا نريد أن نترك المجال لبعض الإخوة وبعض الفقرات الأخرى. نرحب بكم جميعا مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الأمسية وعلى مائدة القرآن الكريم أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.